اهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني، مش قادره اقول لكم بقى وحشتوني قد ايه. بقالنا كتير قوي ما بنصورش فيديوهات مع بعض. انا بقالي كده داخله على شهرين ما صورتش معاكم فيديوهات، بس والله يعني حاولوا ان انتوا تعذروني. هتكلم معاكم واقول لكم كل حاجه في الفيديو ده. وكمان النهارده الفيديو هيبقى يعني للمتابعين بقى اللي معايا من زمان، اللي معايا كده من بداية القناة. النهارده في مفاجأة حلوة قوي. احنا النهارده اصلا الفيديو مش هنصوره في البيت ده، لا احنا هنروح بقى البيت الاولاني اللي انا كنت عايشة فيه. فالنهارده هنقضي اليوم كله هناك. بس انا صحيت كده الصبح، يعني اول حاجة عملتها، انا ما عنديش حاجات كتير، انا كنت مخلصة كل اللي ورايا، فمش ورايا غير شوية المواعين اللي انتوا شايفينهم دول. وكمان هنحضر الحاجات اللي هناخدها معانا، وعندي بس السراير هتتروق وبس كده، ما عنديش اي حاجة تانية خالص النهاردة. فتعالوا بقى نغسل شوية المواعين دول الصغيرين دول مع بعض، ونجهز الاكل ونشوف هناخد معانا ايه. وحاول ان انتوا يعني ما تقفلوش الفيديو بجد. النهاردة الفيديو حلو قوي. اي حد متابعني من زمان، النهاردة الفيديو بقى هيرجعكم لذكريات كده من 3 سنين ورا. فتعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة، انا طبعا كل فيديو بقيت اقول لكم انا بستخدم صابون ايه، علشان من وقت المقاطعة وكده بقينا بنستخدم حاجات منتجات مصرية. ف بحب يعني ان انا اشارك معاكم الانواع اللي هي اللي بتعجبني واللي مش بتعجبني. فالنهاردة هستخدم صابون ليدر. ويعني علشان الفيديو ده متصور من كام يوم، مش لسه النهاردة يعني، فعايزة اقول لكم انه غيرته وجبت صابون فيبا. فهقول لكم بقى مقارنة بين الحاجات اللي انا استخدمتها كلها. انا استخدمت طبعا اوكسي، ونوع اسمه جرين لسه طالع جديد، واستخدمت ليدر، واستخدمت اللي هو فيبا. تمام. فيبا استخدمت منه الاخضر، لسه ما استخدمتش الاصفر. بين كل اللي استخدمتهم هو يعني جرين، زي ما قلت لكم قبل كده، ان هو لما بتيجي يعني تمزجيه بالميه بيبقى مش بيمتزج بالميه قوي، وبصراحه ما عجبنيش قد كده. وبرده ريحته كانت كويسه، لكن مش بتقضي على الزفاره قوي لو في زفاره وكده. فبالنسبه لي ما كانش قد كده وما حبيتهوش. اما ليدر كان كويس، ولكن برضو اوكسي يتفوق عليه. بعد كده بقى فيبا جبته. فيبا ممتاز، لقيته ممتاز بصراحة. يعني هو بعد اوكسي على طول، او ممكن تقولوا زي اوكسي. بالنسبة لفيبا الاخضر، هو ده اللي جبته. يعني انتوا ما استخدمتوش معاكم في الفيديو، لكن انا جبته ورغبته عالية جدا وتقيل وريحته كويسة. مقارنة بأوكسي ممكن أفضل أوكسي عنه، لكن الاتنين كويسين بصراحة، الاتنين يعني ممتازين. أما فيبا الأصفر لسه ما استخدمتهوش، ممكن هو يتفوق على الأوكسي، مش عارفة. بس الأوكسي بالنسبة لي استخدمته، كان المميز فيه عن فيبا إن ريحته أقوى شوية. فيه إنه بيقضي على الزفارة. لما بتكوني عاملة سمك، بتكوني عاملة أي حاجة فيها زفارة، فالأوكسي بيبقى ريحته قوية جدا، ممتاز بصراحة، بيقضي على أي زفارة. ريحة الكوبايات بيخليها، بصي، بيخلي الحاجة كأنها متعقمة كده. فيبقى كويس جدا 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 زي أوكسي بالظبط، ولكن ممكن أقول إن أوكسي في القضاء يعني على ريحة الزفارة وكده أقوى شوية. تعالوا بقى بينا نحضر اللحمة دي. هخليها تستوي نص سوا وبعدين أسيبها. هحط بس هشوح اللحمة كده مع بصل وفلفل وورق لورا وحبهان فلفل اسود، من غير ملح طبعا، وهشوحها كده وبعدين هحط عليها المية المغلية طبعا. وانا في تركية يعني بحب اعملها، ان انا بقفل على اللحمة اخليها تبقى يعني مش سخنة قوي. لما اجي احط المية عليها، يعني الشوربة تكون بتغلي، لكن اللحمة تكون كنت قافلة عليها يعني. دلوقتي بقى قدت عليها واسيبها تغلي مع بعضها شوية. تعالوا نحضر الاكل اللي احنا هناخده معانا هناك، اللي احنا هناكله طول اليوم. بصوا بقى، البطاطا دي انا بحب البطاطا جدا، وطبعا البطاطا من الحاجات الجميلة قوي، اللي هي يعني بصوا انا بنسى نفسي بصراحة لما بتكون موجودة في البيت يعني، او موجودة في المطبخ. طول ما هي موجودة بفضل
افضل اكل منها كده لحد مثلا اجي اتغدى الاقي نفسي مش قادره اكل، وباكلها كده يعني ممكن اكون مش واخده بالي وانا عماله اكل منها كده. فبيجوا حتى يسالوا على البطاطا، خلاص البطاطا مش موجوده، جوزي عارف ان انا بقضي عليها يعني. المهم لما باجي بعمل كميه كبيره منها، علشان طبعا ايه لما تخلص. الصينيه دي كنت حطاها في التلاجة، وبحب اعملها بالطريقه دي. انا بعملها على البوتاجاز من فوق او في الفرن، بس الطريقه بتاعتي ايه، في الفرن بحطها يعني بغلفها بورق ألمونيوم. اما بصوا اللي هي كانت في التلاجة برضو جميلة قوي. انا بطلعها كمان احطها في الميكرويف كده وتسخن واكلها وهي سخنة، فبتبقى جميلة. بصوا بقى بحطها على البوتاجاز مثلا في قلب صينية كده او في قلب حلة. الكمية كلها بحط مثلا 5 كيلو كده في الحلة، اغسلهم واحطهم واروح جاية رش عليها سكر، مثلا نص كوباية سكر كده ونص كوباية مية، واروح جاية سايباها على البوتاجاز. اعلي النار في الاول، وبعد كده اخليها النار ما تبقاش هادية قوي برضو، لان هي ايه مش بتحتاج يعني وقت طويل، ولا بتحتاج نار هادية قوي يعني. المهم بقى تسيبيها كده مع نفسها لحد ما تستوي، وبتبقى تحفة. وبسيبها بقى ان هي تتحرق شوية كده علشان السكر يكرمل فيها وتاخد اللون اللي انتوا شفتوه ده. دي الطريقة بتاعتي. ولو حطيتها في الفرن برضو بحطها، بس في الفرن مش بحط ليها مية خالص، ومش بحط ليها سكر برضو، برصها في صينية واسعة واروح جايه مغلفاها بورق ألمونيوم واسيبها في الفرن. والطريقة دي يعني ما بتاخدش سوى وقت، يعني مش بتاخد وقت خالص، وبتطلع بقى معسلة كده ومكرملة وجميلة واخدة لون حلو كده. هناخد معانا برضو نعناع، لان انا مش بعرف يعني اشرب الشاي غير بنعناع. وهاخد معايا الكوبايات. وعايزه اقول لكم ان انا نسيت في اليوم ده اخد سكينه، لكن انا ليا اصلا حاجات هناك. يعني انا ليا انا سايبه هناك كوبايات واطباق وحاجات، بس انا خدت معايا كوبايات من هنا. قلت ايه علشان ما اروحش يعني افضل اغسل واعمل، فايه تبقى الحاجه معايا نظيفه وخلاص كده. بقى بعد ما وصلنا، اول ما وصلنا على طول بدأت احط الفطار. اشتريناه من الطريق واحنا ماشيين، وبدأت احط بقى الطعمية والفول وخرط لهم كده خضار. برضو كنا الولاد جابوا شيبسي وعلبة جبنة وكده. المهم يعني ايه جهزنا كده فطار سريع وقعدنا نفطر، او حتى قالوا لي احنا عايزين سندوتشات، فقعدت عملت لهم سندوتشات وفطرنا وعملنا الشاي كده. احنا وصلنا بقى هناك وفرشنا. عايزه اقول لكم ما فرشتش في الشقه بتاعتي، يعني فرشين في الشقه اللي فوقيها على طول. كنا بنعمل فيها كده شويه حاجات، فقعدنا فيها يعني طول اليوم. هنا بقى ايه الولاد كانوا جايبين شيبسي، فتحته كده، والعيش زي ما انتوا شايفين بقى. الشقه كانت متبهدله، فيها مكان يعني حاجات بتتعمل وكده، فالدنيا يعني كانت متبهدله شويه، بس على اخر اليوم بقى ظبطنا كل ده. عايزه اقول لكم ان الفطار ده انا ما بعرفش افطره ابدا غير مع لازم كده مع ولادي وجوزي، لازم يكون فيه لمه علشان اعرف اكل الفطار ده. يعني انت عارفه لما اكون قاعده لوحدي مستحيل اعرف اكل بقى اكل حرش كده واكل يشبع. لا تلاقوني اخري مثلا اسلق بيض، سندوتش جبنه، اي حاجه كده سريعه. لكن الاكل كده يعني الاكل لما يكون حرش كده، ويعني الفول والطعمية والحاجات دي عايزة اللمة، فما بعرفش اكل الاكل ده بصراحة لوحدي، لازم يكون كلنا كده مع بعض عشان اعرف اكله. بعد بقى ما فطرنا عملت بقى كوبايتين شاي كده مظبوطين بالنعناع. وانا النعناع عندي لازم يعني بحبه جدا، بحب احط منه كتير قوي واخلي الشاي خفيف سنة. والنعناع بقى هو اللي طعمه يكون ظاهر، يعني تحسوا ان هو نعناع مش شاي. بصراحة هو التغيير حلو، ان انتي كل فترة كده تاخدي ولادك كده وتاخدي الاكل وتروحوا اي مكان، اي مكان يعني، وحتى لو جنينة حتى او حاجة، وتقضوا يوم فيها كده مع بعض. ده يعني التغيير بيبقى كويس، يعني تغيير الروتين شوية. بصوا بقى دي شقتي الاولانية، بصوا كانت عاملة ازاي. طبعا كل اللي متابعني من زمان كانوا عارفين شقتي دي البلكونة. احنا كده خلاص بقينا بالليل يعني.
بصوا، اللي كان نفسي اصور لكم بالنهار، البلكونه دي بتبقى واضحه يعني بالنهار. البلكونه دي اصلا كانت جزء من الشقه، خدناه، هي كانت بلكونه صغيره فكبرناها، خدنا جزء كبير من الشقه، يعني خدنا زي كان محطوط فيها السفره، اصلا كانت اوضه سفره، فخدناها كده الجزء ده من الريسبشن قفلناه ودخلناه على البلكونه. عايزه اقول لكم لما جينا نعملها كده الفكره دي كان كله معترض عليها، بس لما اتعملت كله قال لا، البلكونه كده احلى بكتير، وما ضايقتش الصاله خالص ولا اي حاجه. هي الصاله واسعه زي ما هي، والصاله اهي بتاعتي. المطبخ كان مفتوح، يمكن انتوا ما شفتوش معايا قبل كده المطبخ بتاعي ده، يعني من الزاويه دي هو كان مفتوح، وكنت عامله له كده شباك، والشباك ده كنت يعني لسه عاملاه قبل ما امشي كده بسنه او حاجه، مش كتير يعني. دي كانت اوضتي بقى، كان فيها حمام كده في الاخر، ما كانش ظاهر قوي عشان في الاخر خالص، وكان فيها بلكونه برضو. بصراحة أنا كنت بحبها جدا، وشقتي كلها كنت بحبها بصراحة لأنها كانت منظمة. والمطبخ بندخله، بصوا المطبخ فين، يعني بندخله بقى ايه بطرقتين، دي طرقة اهي اللي هي فيها أوض النوم كلها والحمام، والمطبخ اهو دي الطرقة التانية. ندخل بقى على المطبخ كده. بصوا، فاكرين الورق ده احنا كنا لازقينه مع بعض، الورق اللي هو ورق الحائط ده كنت لازقاه، الرخام بس الرخامة اللي اتشالت دي كانت بتاعة الغسالة. هي الدنيا مطربة شوية، لكن طبعا انا هوريكم بقى دلوقتي مقطع كنت مصوراه في المطبخ ده. كنت مصورة يعتبر من اواخر الفيديوهات اللي انا صورتها وما نزلتهاش على القناة اصلا، كنت قبل ما انقل على طول يعني. المطبخ كان واسع، كان جميل، ده كان مكان البوتاجاز، وكان اوسع من مطبخي بتاع دلوقتي بكتير، كنت بحبه بصراحة قوي. كان فيه كمان هنا كنت حاطة التلاجة ودولاب المطبخ، دولاب الخزين، وده كان الشباك كده كان بيطل على الريسبشن. وصورت لكم بقى البلكونه دي اللي فوق، اللي هي في الشقه اللي احنا كنا قاعدين بنفطر فيها، دي البلكونه بتاعتها، بس الباب بيفتح من ناحيه تانية، من الناحيه التانية. بصوا انا صورت لكم البلكونه بالنهار. بصوا كنت بحب البلكونه بتاعتي دي قوي، كنت بحبها عشان كنت بعمل كل حاجة فيها، يعني أي حاجة بعملها تلاقوني قاعدة في البلكونة، حتى أنشر فيها. كنت بحب أعمل كل حاجة فيها، بحب أفطر فيها، بحب يعني حتى لو قاعدة بتكلم في التليفون كنت تلاقوني أقعد فيها. فكنت بحبها قوي، الولاد كانوا بيلعبوا فيها. فبصراحة البلكونة الكبيرة حلوة في البيت. هي يعني مشكلتها التراب بس، لكن غير كده كانت حلوة. حتى لما كان بيبقى فيه عزومة كانت بتبقى نفعاني، كنت برضو بفرشها في العزومة وبفتحها على الصالة، فكانت حلوة. ده اخر مقطع او اخر فيديو، او يعتبر من اواخر الفيديوهات اللي انا صورتها في البيت. وفاكرين مطبخي ده بقى صورتها وما نزلتهاش. ما نزلتش الفيديو ده علشان ما كملتهوش، وكان في كذا فيديو تانيين، فيديو وانا بشيل الحاجة بتاعتي وبنقل، وفيديو تاني كنت بغير فيه نظام المطبخ. فانا عايزه اقول لكم انا اكتر واحده ممكن تلاقوني بصور فيديوهات كتير قوي وما بنزلهاش. حتى اخواتي بيستغربوا، يعني اخواتي احيانا بيصوروا فيديوهات معايا، اللي هو بيكونوا هما اللي بيصوروني او حاجه، وبعدين ما يلاقوش الفيديوهات بتنزل، فيقولوا لي نرمين هو انت ليه ما نزلتيش الفيديوهات يعني. فهم اتعودوا خلاص بقى عليا على كده. عايزه اقول لكم في مره اختي جت معايا كارفور مخصوص، طبعا قبل المقاطعه، احنا دلوقتي ما بقيناش نروح كارفور خلاص. جت معايا مخصوص علشان تصورني فيديو هناك، واشترينا، كنا بنشتري في اليوم ده منظفات، علشان كده صورنا مع بعض فيديو هناك. فجت وصورت الفيديو، وقعدنا نصور في انواع المنظفات والانواع الكويسة واللي مش كويسة والحاجات اللي اشتريناها وبعد ما خلصت كل الفيديو ده، بعدها يعني بعدها بفترة بقى لقيتني ما نزلتش الفيديو. كل ما تسألني لا ما نزلتش الفيديو، طب ما نزلتوش ليه يا نرمين؟ فانا بصور فيديوهات كتير قوي وما بنزلهاش، مش عارفة ليه بصراحة.
يعني ممكن اكون مش مستريحة كده للفيديو فما نزلهوش، او حاسة ان الفيديو مش يعني ما اديتهوش حقه قوي، كان المفروض يبقى اطول من كده، كان المفروض يبقى افيد من كده. فالفيديو ده مثلا انا كنت بروق فيه المطبخ وبعمل اكل وبعدين ما كملتش، فقلت لا خلاص مش منزلاه، ففضل على التليفون. فلما جيت نقلت فضلت يعني فضلت سايبه التليفون، الفيديوهات دي على التليفون تبقى ذكرى، لان كنت يعني ايه، انا كنت بحب المطبخ بتاعي ده قوي. حتى يعني في حاجات كتير وفي تفاصيل فيه كتير كنت بحبها يعني. الحمد لله طبعا. ودلوقتي بحب بيتي برضو، بحب يعني مطبخي اللي موجود دلوقتي. بس عايزة اقول لكم نصيحة: اللي عايز يعمل مطبخ جديد بلاش يعمل الرخام الاسمر ده، الرخام الجالاكسي. بلاش، هو يعني كخامة كويس وكل حاجة، لكن عارفين الجرانيت اللي انا كنت عاملاه ده والله احسن منه بكتير في يعني عمليا، يعني لما تيجي تستخدميه الاسود من اقل حاجة بتلاقيه بيجير. وعايز بقى يعني المنطقة اللي حوالين الحوض دي عايزة على طول تفضلي ان انت تلمعي فيها بزيت وكده، لان من الصابون بتفضل تجير وتبيض وكده. لكن الرخام اللي انتوا شايفينه ده الجرانيت ده كان على طول بيلمع. ما كنتش بلمعه بزيت ده غير مثلا ممكن، يعني انا لمعت الرخام ده ممكن تقولوا في خلال مثلا الكام سنة اللي عملته فيهم. انا قعدت مثلا في المطبخ ده مثلا قولوا 3 سنين ولا حاجة. في ال3 سنين دول لمعت الرخام قولوا 4 5 مرات بالزيت، مش اكتر من كده. يعني ما كنتش مستمرة اللي هو كل يوم او كل اسبوع او كل شهر لازم ان انا المعه كده، لا هو كل فين وفين مرة كده. فكان على طول بيلمع وحلو ونضيف، وحوالين الرخام كان على طول بيلمع. مش من اقل حاجة تبص تلاقيه يعني بيغير. حتى الرخام الاسمر تكوني منضفاه او كده تيجي تاني يوم وهو لسه نضيف وانتي ما استخدمتهوش، خاصة بقى مع المطبخ المفتوح بتلاقي ايه اتعفر شوية كده. فالعفرة دي بتخليها يعني العفرة بتبان فيه، غير لما يكون مثلا رخام زي ده مش الحاجة البسيطة هتبان فيه، لا يعني لما تستخدميه او فعلا يبقى فيه اتساخات هتظهر عليه. لكن الاسود بيبان فيه اقل حاجة، تبص تحس ان انتي اصلا بقالك اسبوع ما غسلتيهوش، مش اللي هو انتي لسه منضفاه امبارح. فنصيحة يعني بلاش الاسود في المطبخ. وطبعا الابيض، تبقى الابيض الانواع النظيفة بتبقى اسعارها عالية جدا. في بقى انواع تانية من الرخام الابيض بتبقى ارخص شوية، ولكن مش عملية، يعني علشان تاخدي بالك بس ان هي بتبقع معاكي. لو في صلصة بتلاقيها عملت بقعة، لو في اي حاجة جت على الرخام بتلاقيها عملت بقعة معاكي ومش بتتشال بسهولة. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم وشجعوني بقى علشان نرجع بقى مع بعض الفيديوهات النشاط بتاعتنا من تاني. اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.